السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الأهلي بالتخصص يسحق مازيمبي بثلاثية ويتأهل لنهائي دوري الأبطال. تأهل الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي وال17 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على مازيمبي بثلاثية دون رد في لقاء الفريقين الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي من البطولة. وصعد الأهلي بالفوز بمجموع المباراتين، وذلك بعد التعادل في الكونغو سلبيا ثم الفوز بالقاهرة ب3 أهداف دون رد. الأهلي كان صاحب المبادرة منذ البداية والسيطرة على أحداث المباراة، وسط تراجع كامل من جانب لاعبي مازيمبي نحو مناطق الدفاع. وشهدت الدقيقة 10 أولى الفرص الخطيرة لصالح الأهلي بعدما انطلق علي معلول من الجبهة اليسرى وأرسل عرضية ليصوبها عمرو السولية وسط تألق من فاتي حارس مرمى مازيمبي. وفي الدقيقة 11 استغل عمرو السولية ارتداد الكرة من حارس مرمى مازيمبي وخروجه من المرمى ولعبها من فوقه، إلا أن مدافع الفريق الكونغولي شتتها من على خط المرمى بالرأس. ضغط الأهلي عقب إهدار فرصتين في أقل من دقيقة وسط استمرار المحاولات الحمراء من أجل تسجيل هدف التقدم في المباراة. وحاول الجنوب أفريقي بيرسيتاو أن يسجل هدف الأول بعد أن صوب كرة قوية في الدقيقة 18 وسط تألق الدفاع في إنقاذها. وفي الدقيقة 19 أنقذ فاتي حارس مازيمبي مرماه من استقبال هدف مؤكد بعد ضربة رأس من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بعد عرضية من علي معلول أبعدها حارس المرمى لضربة ركنية. واستمرت المحاولات من جانب الأهلي من أجل خطف الكرة وتسجيل هدف في ظل رغبة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لسحب مازيمبي من منطقة الدفاع لكسر التكتل واستغلال المساحات خلف لاعبي مازيمبي. وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية في الدقيقة 44 من المباراة، ما أدى لخروجه لتلقي العلاج قبل عودته من جديد لاستكمال المباراة. واستمرت السيطرة في الدقائق المتبقية من زمن الشوط الأول وسط تكتل من جانب مازيمبي، ما منع الخطورة على مرمى الفريق الكونغولي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. وشهدت الدقيقة 48 أخطر فرص مازيمبي بعد ضربة ركنية ذهبت إلى جويل بيا الذي صوبها وأنقذها أكرم توفيق من على خط المرمى. ورد الأهلي على فرصة مازيمبي بتمريرة من أحمد عبد القادر إلى بيرسيتاو الذي صوب الكرة وسط تصدي الحارس لتعود الكرة لأحمد عبد القادر الذي وضعها بجوار القائم. وألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح مازيمبي في الدقيقة 58، وذلك بعد أن تدخلت تقنية الفيديو لإلغاء الهدف بسبب وجود لمسة يد على اللاعب نفسه قبل الهدف المسجل. وشارك إمام عاشور في الدقيقة 63 بعدما دفع به مارسيل كولر كبديل أول للأهلي بدخوله على حساب عمرو السولية. وحرم القائم الأيمن وحارس مرمى مازيمبي فريق الأهلي من التقدم في الدقيقة 64، وذلك بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر بيرسيتاو الذي صوب الكرة وتصدى لها الحارس واصطدمت بالقائم وتوقف قبل خط المرمى. وسجل محمد عبد المنعم الهدف الأول في الدقيقة 68 بعد ضربة رأس رائعة بعد عرضية من ضربة ركنية من علي معلول لتمر من بين أيدي حارس مرمى مازيمبي. وكاد أحمد عبد القادر أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81 بعدما انطلق من خارج منطقة الجزاء وصوب الكرة وسط تصدي حارس مازيمبي. وسجل الأهلي هدفا في الدقيقة 84 وذلك عبر وسام أبو علي بعد كرة عرضية من علي معلول ليحولها بتصويبة قوية. وفي الدقيقة الأخيرة سجل أكرم توفيق الهدف الثالث. وسيطر الأهلي على الدقائق المتبقية حتى حسم الفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي. مليون مبروك للنادي الأهلي ومليون مبروك لجماهيره.